الكارت الأبيض في كرة القدم. طول عمرنا نعرف إن كرة القدم فيها كارتين، كارت أصفر للإنذار وكارت أحمر للطرد. لكن في 2014 كان رئيس اتحاد الفيفا ساعتها ميشيل بلاتيني، وكان بيقترح على اتحاد الفيفا إنه يضيف كارت جديد للحكم ويكون لونه أبيض، ويكون عقابه هو الطرد 10 دقايق بس خارج المباراة، ويكون استخدامه في الحاجات اللي مش مؤثرة زي خلع التيشيرت مثلا للاعب أو الصراخ في وجه الحكم أو الخناقات داخل الملعب. لكن اتحاد الفيفا رفض الموضوع. لكن يوم السبت اللي فات أطلق أول كارت أبيض في تاريخ كرة القدم في بطولة الكأس البرتغالية في مباراة تجمع ما بين بنفيكا وسبورتنج لشبونة، وكانت مباراة للسيدات، وكانت الحكمة ساعتها الحكمة كاترينا كامبوس. في وسط المباراة حس أحد اللاعبين اللي عدت على الدكة بألم شديد، فراح طاقم الطبي للفرقتين عشان يعالجوه. بعد ما عالجوه أصدرت الحكمة كاترين كامبوس الكارت الأبيض في وجه الطاقمين الطبيين شكرا للروح الرياضية اللي حصلت وقتها. ما تنساش الفولو وتشترك في قناتي على اليوتيوب